السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من ضمن تحضيرات رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. اليوم غنتشارك معكم طريقة تحضير الشباكية بطريقة سهلة مقومة وكتجي معلكة وهشيشة ومجعبة ولذيذة وبمقادير مضبوطة وبجميع التفاصيل والنصائح باش تنجح معكم الشباكية. غير تبعوا جميع المراحل، فأنا غنبدا معكم إن شاء الله من العسل. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليو لي لايك. وعلى بركة الله نوجد معكم العسل. شوفوا كيف كيجي عاقد وزوين وناجح 100%. وهنا عندي قلب ديال السكر هرجته فيه 2 كيلو، وعندي سنيده سكر سنيده كيلو. ممكن تصايبوا العسل يا اما بالسكر يا اما بسنيده، انا غنديرهم بجوج. وعندي واحد الحامضه متوسطه عصرتها، وعندي الكوكوط صافي كنحط فيها السكر اللي هرست من قبل. وغنزيد كيلو ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، هي 3 كيلو ديال السكر. صافي كنزيد حامضه معصوره، وكنزيد حتى القشره ديالها صافي، وكنزيد ايطرو ونص ديال الماء مغلي حتى خرج السبوله. هنا صافي كنسد الكوكوط وكنحطها فوق البوطه مجهده، وكندير الصفاره غير كتبدا تصفر. كنقص النار كنخليها متوسطه صافي، وكنخلي الكوكوط ديالي كنحسب ليها غير كتبدا تصفر، كنحسب ليها 45 دقيقه. كنلقى العسل ديالي صافي طاب. هنايا العسل بعد ما مرات 45 دقيقه فتحت الكوكوط ولقيته طاب. الحامض كيولي قهوي والعسل حتى هو كيبان طايب. صافي خليته مده ليله كامله. انا زدت عليه واحد شويه ديال المسكه الحره بعد ما يلاه طاب. زدت عليه واحد شويه ديال المسكه الحره مدقوقه، ممكن تزيدوها او لا على حسب الرغبه. صافي هنا بعد ما مرات ليله كامله هانتوما العسل كيجي عاقد وجاني هو هذاك وصالح لجميع المعسلات. المهم جا زوين بزاف. وعلى بركه الله نبدا معكم في الشباكيه. عندي 2 كيسان ديال الزنجلان خضر وكاس مع مرش ديال اللوز حتى هو خضر. غنطحنهم مزيان. اللوز غنطحنو ونغربلو، والزنجلان نطحنو حتى يتعلك. وهنايا نتعرفوا على المقادير ديال الشباكيه. عندي 1.5 كيلو ديال الدقيق ابيض العادي، ممكن تستعملوا الفورس. وعندي واحد الخماره حمراء. وبالنسبه للمقادير ممكن انكم تستعملوا النص ديال المقادير الا بغيتوا ديروا كيلو ولا ربع ديال الدقيق. غتقسموا المقادير اللي غنعطيكم. وهنايا عندي 2 كيسان ديال الزنجلان اللي وريتكم يد من قبل، علكتهم طحنتهم حتى تعلكوا. وعندي كاس ديال العنبه، النص ديال زيت المائده، والنصف ديال زيت الزيتون. وعندي الكاس ديال اللوز اللي طحنت وغربلته في الغربال الرقيق. وعندي كاس عنبه عمرته بالماء زهر ووضعت فيه واحد الضويمه ديال الزعفران وشويه ديال الزعفران شعره. الا ما كانش متوفر عندكم ديروا غير الضويمه. وعندي صفر بيضه وربع كوب ديال الخل ديال العنبه. وعندي معلقه كبيره ديال القرفه مغربلاها في الغربال الرقيق، وقبيصه ديال الملحه. وعندي معلقه صغيره ديال الخرقوم. وعندي واحد 6 ديال الحبيبات ديال المسكه الحره وربع كوزه مع شويه ديال السكر دقيتهم وغربلتهم في الغربال الرقيق. وعندي هنا حبه حلاوه والنفع مطحونين ومغربلين في الغربال الرقيق. غنحتاج 2 معالق كبار ديال النوافع. وعندي 250 غرام ديال زبده التوريق، انا حطيتها فوق البوطه تذوب في المقله. وهنا المكونات ديالي كلهم غنطحنهم في مولينكس. فالعام الفايت كنت طحنت معكم المقادير في الهاشوار، ودابا غنطحنهم في مولينكس او الخلاط الكهربائي. صافي نوضع المكونات ديالي كلهم في الكاس ديال الخلاط ونطحنهم مزيان. وهنايا رجعت للدقيق كنغربل الخماره من فئه 7 غرام. وهنايا الخليط ديالي طحنته مزيان وكنزيدو. والزبده هي ذوبتها وكنزيدها. انا خليتها بردات واحد شويه، غير ذوبوها وزيدوها مع دابا الحال بارد باش ما كتبردش وكترجع كتكتل. صافي هنايا المكونات ديالي غنخدمهم مزيان مع الطحين، ندخلهم في الطحين حتى كيتجانس. عاد غنبدا نزيد الماء دافي غير بشويه. فالعجينه ديال الشباكيه ضروري انكم تخليوها تبقى قاصحه باش كتجينا الشباكيه ناجحه.
وهشيشه. ما كيخصناش نفوتوا فيها الماء، نبقاو نزيدوا الماء غير بشويه بشويه، غير كتجمع العجينه صافي، وكنبقاو ندلكوها بلا ما نبقاو نزيدوا في الماء. فغير تبعوا جميع النصائح والمراحل. اي وحده واخا تكون ما عمرها ما صايبات الشباكيه ان شاء الله تنجح معاها. صافي هنايا تجمعات العجينه. هادشي اللي درت دابا ديال الماء صافي غندلكها ونرجع معاكم. وهنايا بعد ما دلكتها كنقسمها على 5 ديال الكويرات صافي، وغنوضعهم في واحد البلاستيكه ونخليهم يرتاحوا. بعد ما ارتاحوا كناخذ كل كره كنبسطها على شكل مستطيل وكنتنيها بحال هكا كيف ما موضح في الفيديو، وغنستمر حتى نكملهم الكرات كلهم نشكلهم بهذه الطريقه باش كتسهل عليا الخدمه ديال الشباكيه. فكيف ما كتشوفوا واحد شويه ديال النقيطات فهذيك الزبده مع البرد كتلات ليا شويه في العجينه، ولكن بعد ما كنبقى نسرحها ونخدمها ما كتبقاش. وكيف ما شفتوا معايا كل شريط كنقسموه على 5 أو 4، المهم على حسب الحجم ديال الشريط. وكناخذ كل طريف وكنبسطو غير واحد شويه، وكناخذ عندي الوراقه كنديرها على الرقم 4. فانا عندي من 1 حتى ل7. واحد هو اللي تيكون رقيق بزاف كنخرجها من الرقم 4، وكنعاود كنخرجها من الرقم 2 صافي كتكون واجده. هنايا هادو صافي خرجتهم من الرقم 4 ومن الرقم 2 صافي، وكنبدا نقطع. كنستعن بهاد الجراره هذه بصراحه عمليه وكتنفع في الشباكيه، غير خذوها. واكيد كنستعنوا حتى بالجراره، بعد الخطرات كتكون ما قطعتش لينا شي بليصه صافي وكنكملوا نقطعوا بالجراره ديال اليد. المهم كتسهل علينا الخدمه ديال الشباكيه. فهاد القطاعات عمليين زوينين. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا القطعه ما قطعتش ليا مزيان صافي كنستعن بالجراره. وهنايا كنشبك، كناخذ 2 ديال الشرائط فوق من 2 وكيبقى ليا واحد، وكناخذ 2 ديال الجوانب وكتشكل عندي واحد الثقب، وكنخشي الصبع ديالي صافي وكنقلبها وكتكون تقادات. هانتوما 2 ديال الشرائط فوق من 2. بصراحه هذه معتمده عندي. هاد التشبيكه هذه سهله وكتجي بها الشباكيه زوينه. وهنايا نزيد معكم بشويه 2 ديال الشرائط فوق من 2 وكيبقى ليا واحد، وكناخذ الجوانب بجوج وكنضغط مزيان باش تشد صافي، وكنخشي الاصبع ديالي وكنشكلها وكتجي الشكل ديالها زوين. ونزيد معكم عاوتاني 2 ديال الشرائط فوق من 2. بصراحه الطريقه سهله، واخا تكونوا ما عمركم ما شبكتوا غير غتشوفوا الطريقه غتجيكم سهله وتجربوها. هانتوما ما شاء الله الشباكيه كتجي فنه. هانتوما نزيد لكم كتجي الشبيكه ديالها زوينه وسهله. وهنايا كنزيد معكم وحيده، فانا مسرعه هنايا الفيديو. المهم صافي كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. هنايا صافي ساليت عمرت 2 لاطات ديال الفران و2 ديال الصواني. هذه هي الكميه صافي، غير كنكمل مباشره كندوز باش نقلي. وهنايا العسل هانتوما بعد ما برد، فانا صايبته بيومين قبل ما نعسل به الشباكيه. دائما تصايبوه بليله او لا يومين قبل حتى كيتقاد لكم العسل ديالكم. عاد تصايبوا المعسلات. وهنايا صافي حطيت الزيت باش يسخن، وحطيت 2 ديال ليبول فيهم العسل، وحطيت باش غنبقى نصفي الشباكيه من الزيت ومن العسل. صافي هنايا كنبدا نقلي بعد ما سخنات الزيت. دائما كنكثروا الزيت، فانا درت هنايا في هذه المقله اكثر من اطرو. ودائما ما تخليوش العافيه مجهده باش تلهب ليكم، العافيه تكون غير متوسطه باش كطيب على راحتها وكتحمر وكتاخذ لينا اللوين زوين. صافي هنايا صافي كنحيد القليه الاولى كنديرها في العسل ونخليها تعسل على راحتها، ونطيب الثاني عاوتاني ونحطها في البول الاخر الثاني ونخليهم يتعسلوا حتى طيب القليه الثالثه. عاد كنحيد ديك الاولى ونحطها فوق الشبيكه فوق القصعه
ها نتوما هنايا كتجي ما شاء الله مجعبه وهشيشه وكتبان فنه. صافي نكمل ونرجع معاكم. وهنايا بعد ما ساليت ما شاء الله فانا زينت الشباكيه بالزنجلان محمر وبلوز ايفيلي حتى هو محمر. التزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوا غير بالزنجلان. المهم زينت النص باللوز والنص بالزنجلان. فالشباكيه درنا فيها اللوز. المهم كيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي هشيشه وكتجي زوينه بزاف. نتمنى الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا فيه. وكيكون هذا هو الشكل ديال الشباكيه، كتجي فنه. هنايا كنقسم معكم وحيده كتجي مجعبه وهشيشه، فجربوها بصحتكم وعواشركم مبروكه.